السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بأفضل حال، ويا رب يا رب تكون أمور جيدة، اللهم آمين. معلش احنا غبنا حوالي أسبوعين، بس والله كان عندي امتحانات وستيل عندي امتحانات، يعني انا معايا امتحانات لحد نهاية شهر 7، فدعواكم كده ربنا يعدي على خير يعني. طيب يا جدعان، خلينا نتعدل كده عشان خاطر نتكلم في النقطة اللي انا جاي اتكلم فيها، وهي نقطة الناس اللي ما بترضاش ان هي تكمل. يعني ايه ما بترضاش ان هي تكمل؟ قصدك ان انا بدأت حاجة ومش عاوز اكمل؟ لا، ما بكلمش في دول النسبة مش قليلة، لكن النسبة الأكبر بقى، ويمكن دي مفاجأة للبعض، هي الناس اللي خلاص بتكون خلاص على شفا حرف من النجاح، وقابلتها اول مطب مثلا او اول مشكله هتوقع، ما كملتش. يعني مثلا يكون هاخد مثال مثلا كمثال، هو المذاكره مثلا. في ناس تكون مثلا قاعده بتذاكر تمام والدنيا زي الفل، بدات امتحانات، في اول امتحان الدنيا ما كانتش الطف حاجه، قال لك بس خلاص انا كده الكارد مش قاري، وانا ما ذاكرتش كويس، وانا الامور مش هتنفع، وانا خلاص احبطت ومش هينفع اكمل، والمسار ده مش بتاعي. واحد فتح شغل، ما كانش مثلا عامل بلان كويسه جدا او خطه مثلا او دراسه جدوى، فقدر مثلا اول مشكله قابلته مثلا في السوق، قال لك لا، يبقى المشكله، يبقى المشروع ده مثلا ما ينفعش. ايه ده؟ لا دي قطه عادي مش تمام. المشروع ده مثلا ما ينفعش، او مثلا ان انا مش حابب ان انا اكمل فيه، او كل الامور دي. وهي فكره اللي هو خلاص انت المفترض انك دخلت في مرحله المسؤوليه، انت كنت بتجهز للمسؤوليه، فانت دخلت في مرحله المسؤوليه، فازاي يعني مع اول مشكله تقابلك انت بتقع؟ وعلى فكره مش انت لوحدك اللي بيحصل لك من النقطه دي، انا يعني حصلت لي وكنت على شفا حفره خلاص ان انا هقع فيها، وناس كتير من زمايلي وقعت فيها، وناس كتير اعرفها جدا 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 وقعوا فيها. وعاوز اقول لك ان المشكله دي يعتبر مشكله بتواجه ناس كتير جدا، يمكن اكتر من الناس اللي ما بتكملش اصلا طريق. يعني انت عاوز تقول لي ان الناس اللي اصلا اللي بتقع في مع اول مشكله بتقابلك اكتر من الناس اللي بتقع في أول طريق؟ اه فعلا، وده بتحصل ناس كتير. وتعالى كده بس نتكلم كده، نحاول ان احنا نفند الموضوع ده ونشوف ايه اسبابه، ونحاول ان احنا نقول مثلا ايه كام تجربه كده يعني انا مريت بيها، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه الهمني ليها، كانت مفيده يعني لعلها تفيد البعض. انا من وجهه نظري ان الموضوع ده هو عباره عن تضخيم للشيطان بحت. الشيطان يعدكم الفقر، والمقصود يعمل الفقر يعني يعني انا بشوف ان الفقر هنا شامل حاجات كتير جدا، اللي هو انت خلاص، والحزن برضه. يعني انت مثلا بتلاقي نفسك، اعتبر كده ان المشكله دي او الحاله اللي بيجي فيها دي عباره النجاح ورا اهو، وانت اهو، وده النجاح قدامك، فيما بينكم بالونه كبيره جدا سودة كحل، انت مش شايف منها اي حاجه، بس هي في الاول وفي الاخر بالونه. بالونه انت لو رجعت ورا كده وشفت حجمها وفرقعتها خلصت. وهي نص ايه هي البالونه دي؟ البالونه دي هي ان تزيين الشيطان، او ان هو الشيطان يعني ايه، بيخيل لك ان انت خلاص كده فاشل، ان انت خلاص كده مش هتنجح، ان انت كده خلاص الموضوع ده ما ينفعش معاك، وانت ما ينفعش معاك، ما ينفعش تنجح في اي حاجه. وكل الامور دي هي دي البالونه اللي بيحطها الشيطان ما بينك وما بين اول خطوه في النجاح، عشان انت ما تكملش. لان انت مثلا ممكن تكون باني اصلا النجاح في الامر ده على ثقتك بربنا سبحانه وتعالى وعلى الدعاء وكده، فهو عاوز يوقعك ان انت مش هتنجح، فبالتالي ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى تتهز، فتلاقي ان الامر يعني ايه اللي هو ايه، طب انت ليه يا رب؟ استغفر الله العظيم، يا رب انت ليه يا رب يعني مش عاوز ننجح؟ هو ده الغرض اللي هو عاوز يوصل له، هو ده الامر اللي هو بيحاول ان هو يوصل كل مسلم ليه، او يوصل كل مؤمن للمرحله دي. فلازم ناخد بالنا من حاجه شبه كده، ان هي في الاول وفي الاخر هي عباره عن بالونه، وما ينفعش ان احنا نقع في الفخ ده. وعلى فكره برضو النقطه دي يعني ما هيش نابعه كده من فراغ، دي بيكون لها نابعه من اسباب كتير جدا. وهي ايه؟ اسباب كتير، منها الدينيه، ومنها مثلا التخطيط ما كانش جيد، ومنها حاجات كتير جدا يعني. بس كلها حاجات ممكن يعني تستدركها. اول حاجه مثلا النقطه الدينيه، اللي هو الانسان دايما اللي هو بيدعو مثلا، انا بدعو والله ده انا عاوز مثلا، مثلا هنتكلم في امور مثلا امور الدنيا، ان انت مثلا ما بتدعيش بحاجه عامه، انت بتدعي مثلا يا رب ارزقني التوفيق، يا رب ارزقني النجاح، يا رب ارزقني النجاح في الحاجه الفلانيه بدرجه كذا، انا عاوز كذا سبيسيفيك كده خاص، يعني الدعوه كده. فاللي هو عارف ايه هتيجي ولا مش هتيجي. فهي دي نقطه، ان انت ما تتشرطش على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، او ما تتشرطش على ربنا سبحانه وتعالى في الرجاء، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو دايما يختار لك الاصلح، لانه والله العظيم قسما برب العزه، اي حاجه بيختار ربنا سبحانه وتعالى حتى لو ما كانتش اللي انت عاوزها، والله العظيم بتكون هي الافضل، وبتكون هي الارجى ليك، وبتكون هي الانجح ليك في مسيرتك. فدي بالنسبه لاول نقطه، ان انت مش دايما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بحاجه معينه، ده ربنا سبحانه وتعالى يختار لك الافضل، يختار لك اللي فيه الخير ليك، يختار لك اللي هيكون سبب في انك تفيد غيرك وتفيد المسلمين وتفيد اهلك وتفرحهم. فدايما ندعي ربنا في كده. فده بالنسبه لاول نقطه.
بالنسبه لتاني نقطه، هي نقطه عدم التخطيط الجيد او عدم دراسه الواقع بشكل افضل. هو دايما انت شايف ان الموضوع وردي خالص، ان ايه الدنيا تمام، دي الناس كلها طيبين وكل حاجه حلوه وكل حاجه تمام، في حين اصلا ان انت مثلا ممكن يقابلك في فتره من الفترات مشاكل انت تتفاجئ بيها لو انت اصلا متدرب عليها، او مثلا اخد خبرات حد اكبر منك في حاجه شبه كده. لا ده هيساعدك كتير جدا انك تتخطاها. فمثلا لو فتره امتحانات مثلا، اسال الاكبر منك انا الفتره الفلانيه طب انا عملت ايه. والله العظيم انا واثق ان انت هتلاقي عنده هيقول لك ايه، والله ده انا كنت في امتحان كذا، سواء كان بقى في كليه او في دراسه او اي حاجه، يقول لك والله ده انا مريت بكذا، ورغم كده يا اخي سبحان الله ظهرت النتيجه بكذا، او دخلت الامتحان كذا. طب انا هحكي لك، انا نفسي انا كاحمد هحكي لكم موقف حصل معايا الامتحان اللي فات. انا يعني نتيجه ظرف ما وكده، انا مثلا الماده دي كنت اتزنقت فيها شويه، فذاكرتها الا توبك واحد بس. انا ذاكرتها الا توبك واحد والله العظيم. فالتوبك الواحد ده دخلت لقيت عليه 5 اسئله ب 15 درجه والله العظيم. فقلت لا اله الا الله يا رب، سبتهم وحليت الباقي. تمام. انا الحمد لله كنت متعرض لحاجات شبه كده بس مش بنفس الكيفيه، بس هو في الاول وفي الاخر نصيب. فسبتهم وبعد كده حليت الباقي، وبعد كده رجعت لهم بقى، قعدت كده افند قدامي كل حاجه انا اعرفها عن التوبيك ده، سواء كان من الماده دي او من الماده الثانيه، كان اللي هو فيروس بي يعني. ففندت جامد كل الحاجات اللي انا اعرفها، وطلعت كل الحاجات اللي انا اعرفها ومش عارف ايه، ورصيتها قدام عيني كده. بعد كده جيت لما جيت بقى بصيت، اللهم صل وسلم وبارك على الاسئله، لقيت إن الاسئله اللي هو ايه تتحل. لا الاسئله انت عارفها، المعلومات السابقه. ودي نقطه مهمه جدا، هي نقطه الخلفيه، سواء كان الخلفيه النفسيه او الخلفيه مثلا او الخبره في الحاجه اللي انت مثلا بتمر بيها. بمعنى مثلا ان انت مثلا نازل شغل معين، فمثلا انت ازاي تواجه الحاجات السيئه اللي ممكن تقابلك. اول حاجه ان يكون عندك سعه نفسيه، يكون نفسك عامل شبه الاسفنجه، وده اللي انا كنت اقصده بقى بالعنوان. يعني انت تكون عامل شبه الاسفنجه، ان انت قادر انك تستقبل الصدمات دي من غير ما تاثر فيك، اللي هو هوب رجع تاني على مفيش اي مشكله. تاني حاجه يكون عندك خبره، والخبره دي انت بتستمدها من اهل الخبره، بس طبعا لازم يكون شخص ثقه، يعني متاكد ان هو هيفيدك فعلا. فلازم يكون عندك نفسيه كويسه، ولازم يكون عندك اهل خبره في حياتك، ولازم انت تكون بتتعلم. تمام. وانا عندي برضو اقتناع مهم جدا، ان التعلم اللي بيجي بالمواقف افضل كتير جدا من التعلم اللي بيجي النظري. يعني انت مثلا عاوز تتعلم حاجه معينه، انا متاكد ان مثلا الكيس دي لو قابلتني تاني في اي حته انا مش هنسى الاجابه بتاعتها، اللي جات لي في الامتحان دي. ليه بقى؟ انا شفت الموقف ده اترسخ في دماغي. فسبحان الله، يعني كل الامور دي لما بتتجمع مع بعض كده بتكون شخصيتك قادره ان هي تتقبل الصدمات، قادره ان هي تكون على قدر من السواء النفسي في الفتره اللي انت فيها. يعني كل المؤشرات ممكن تدل ان انت مش هتكون سوي نفسيا. تمام. فلازم يكون الشخص عنده القابليه دي في حياته عموما يعني. فانت الاساس انك ترجع لورا وتبص على المحكمات، الحاجات الاساسيه اللي ثابته في حياتك، اللي هو انت بتعمل كده اصلا ليه، انت بتجتهد في الاساس ليه، عاوز ايه من الامتحانات دي، عاوز ايه من الشغل ده. لازم ترجع للمحكمات الاساسيه الثابته، الاهداف الثابته اللي انت عاوز تحققها اصلا. ده هيساعدك بعد كده انك تقدر تواجه اي مشكله تقابلك. مش هيخليك على الاقل، مش هيخليك تقع، هيخليك تسال اهل الخبره، هيخليك تتعلم، هيخليك عارف اللي هو ايه، تفرق، ما تبقاش ثابت انت بتدور عشان خاطر تقدر تتخطى الحاجه دي. مش هيخليك ثابت، مش هيخليك يائس. فهي دي الفكره كلها، انك على الاقل ما تيأس، على الاقل ما تقعش، او لو وقعت تقوم تاني، وكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، طالما انت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى بالاخير ليك، مش باللي انت عاوزه في دماغك. وبس كده يا شباب، يعني اعتبر كده خلصت الفيديو. انا حابب بس ان انا ايه انوه ان الفيديوهات اللي فاتت مهمه وهتفيدكم كتير يعني. وبعتذر والله عن التاخير ده، بس هو والله غصب عني، وان شاء الله نحاول ان احنا نكتر الفتره الجايه. بس دعوكم بس امتحان الاطفال ده يعدي على خير، لان الامور يعني ايه كده بس وكالعاده يعني احنا هنحط البوت التواصل الموجود على التليجرام ونتواصل ان شاء الله. ولو في حد عنده مثلا عاوز يشارك خبره ليه مثلا، بحيث ان هو يفيد اصحابه ويفيد اخواته وكده، احنا بنبعتها على القناه على التليجرام. وان شاء الله يا رب، ربنا يا رب يوفق الجميع ويوفقكم جميعا ان شاء الله، ويعيننا جميعا اللهم امين. مع السلامه.